بشار الجعفري، هيدا اليوتيوب لإلك بخصوصي، انا حاطط لك اياه. ما بعرف ليش خطرت ببالي وانا اليوم قاعده على طاوله اهلي من سوريا اللي هم اشوريين، جماعه من الجزيره. كنا ببوسطن عم نعمل فند ريزنج، كانت ناجحه كثير، عم نعمل فند ريزنج لشباب سوريا ولارامل سوريا ولايتام سوريا. بشار الجعفري كان الحوش ابني وانا اسمي ميساء الثاني. لو كنا خايفين ما بنحط اسامينا الحقيقيه على الفيسبوك، بس الشبيحه تبعك كلهم حاطين اسامي مستعاره. حابه اقول لك يا بشار الجعفري، حكيتوا علينا رعاة وسفله، انتوا السفله انتوا الرعاة. ابني ماله سلفي، ابني سوري، سوري اصلي، من ام سوريه ومن اب سوري، مو مثل اولادك يلي امهم ايرانيه، هن نص سوريين. بدي اقول لك شغله بشار الجعفري، ابني ماله من الخليج مثل ما كتبوا هالرعاة على الفيسبوك. وقف تعوات كلابك اذا بتريد، مو لاني خايفه، لاني زعلانه عليك. وطوا من مستواكم عم يكتبوا على الفيسبوك اللي عم تكتبوا. واذا بتريد طلب اخير بدي اطلبه منك، لا بقى تستشهد بنزار قبالي قدام الامم المتحده، لانك نسيت تقول لهم انه نزار قباني مات غريب، مات منفي من سوريا ورجع إلى ميت لانه كان عم يحكي بالحريه. اقرا قصيده عنتره بتعرف مين هذا بشار الاسد ومين ابوه حافظ الاسد. كلكم روحوا اقروا قصه عنتره، وهدول اللي عم يهللوا لك ويطبلوا لك ويزمروا لك بكره رح يحكوا عليك بس ليسقط النظام. النظام صائد صائد، ومالنا خايفين ومالنا خايفين، ومعكم يا شباب سوريا كلياتنا. وبدي خبرك وحده ثانيه، كان معنا شاب مسيحي على فكره وقت راحوا على بيتك، وبتحداك اذا واحد من بيناتهم قذف حجر على بيتك، وقول له اللي فتح صفحه لركان يتعلم اللغه العربيه بالاول قبل ما يكتب قاذف الحجاره قاذف بالذال ليكون ايراني. علموه اللغه العربيه اذا بتريدوا. شكرا.